مي البالوشي وابنتها تعلنان ارتداؤهما الحجاب. أعلنت الممثلة الكويتية مي البالوشي وابنتها شيماء سليمان ارتداءها الحجاب، ونشرت مي على حسابها بموقع انستجرام صورة وعلقت عليها وكتبت: اللهم اجعل هذه الخطوة بداية قرب لا نهاية له، الهداية رزق، الحمد لله الذي رزقني ما تمنى قلبي. وبادرت ابنتها أيضا نشر صورة لامرأة ترتدي الحجاب وعلقت قائلة: الحجاب ما كان قرار لحظة، كان نداء بداية عند الكعبة قبل 4 سنوات، ولاقى هذا القرار إعجاب المتابعين وقدموا التهاني لهما على هذا الأمر، سائلين الله عز وجل لهما الثبات. مي البالوشي هي ممثلة كويتية ذات التميز الفريد، ولدت في الكويت عام 1972. لم تكن تظن أن الفن سيصبح جزء من حياتها، إذ كانت مشغولة بتربية بناتها الثلاث، لكن الحياة قادتها إلى عالم الفن بشكل غير متوقع. وفي عام 2003 كانت بداية مسيرة مي البالوشي الفنية عندما التقت بالفنانة حياة الفهد التي اختارتها للمشاركة في بطولة مسلسل الحريم. كان هذا الدور نقطة انطلاقتها في الساحة الفنية الخليجية، وعلى الرغم من أن شقيقتها المطربة مرام البالوشي قد دخلت المجال الفني قبلها، إلا أن مي لم تطلب مساعدتها، بدلا من ذلك وجاءت فرصتها من خلال الفنان داود حسين الذي استعان بها في برنامجه قريقعان. كما اختارتها المنتجة عواطف البدر لبطولة مسلسل زحف العقارب، ولفت الأنظار إليها الفنان عبد العزيز المسلم الذي اختارها للمشاركة في مسرحية صرخة الرعب. وفي عام 2004 عادت مي البالوشي للتعاون مع داود حسين في الجزء الثاني من قريقعان، وشاركت في مسلسل مال وأحلام مع الراحل غانم الصالح. وفي العام التالي قدمت مجموعة من الأعمال المتنوعة، منها نقطة تحول مع الفنان إبراهيم الحربي، وزينة الحياة، وبقايا ليل مع عبد الإمام عبد الله، وقريقعان 3، والبوية مع المنتج براك الحريبي. وصلت مي البالوشي تقديم أعمال متميزة، حيث شاركت في شبابيك مع حسن البلام وعبد الناصر درويش وزوج سعادة الوزيرة عام 2007، وقدمت الكوميديا في تاكسي تحت الطلب مع هيا الشعيبي، ودراما في البيوت أسرار مع غازي حسين وبدرية أحمد وأميرة محمد. كما شاركت في هذا ولدنا مع طارق العلي وحميها حراميها وخربة خربة عام 2008. في السنوات اللاحقة قدمت مي البالوشي أعمال متنوعة مثل طول بالك ووسع صدرك ونور في سماء صافية. كما شاركت في أنين والبيت المسكون عام 2010 وبيت أبونا عام 2011، وقدمت الجزء الأول من كل يوم سالفة و2 في الإسعاف مع خالد العجريب وأحمد العنان، وعين عينك 4 وفارس الغابة. شهد عام 2012 تألق إضافي لمي البالوشي، حيث أسندت إليها أدوار البطولة في مسلسلات غريب الدار أمام سعاد عبد الله، وحلفت عمري أمام هدى حسين، ولو باقي ليلة، ومثلث برمودا، مما يعكس نجاحها المستمر وتنوع أدوارها الفنية. ولدت لأسرة تعمل بالمجال الفني، والدها جاسم البالوشي يعمل عازف عود، ولديها شقيقتان تعملان في الوسط الفني، مرام البالوشي وهند البالوشي. قامت بتربية بناتها ورعايتهن، ولم تهتم أن تلتحق بالوسط الفني، ولكن دعمتها حياة الفهد عندما علمت بموهبتها ورشحتها لعدة أدوار. كما أن بناتها ورثن موهبة التمثيل منها، كما أنها دائما تظهر بأحدث الإطلالات معهن، ولكن تتفق في أناقتها مع ابنتها شيماء، فهما تظهران دائما بأزياء متشابهة والمكياج الهادئ والبسيط، وكانت هذه الصفة المشتركة بينهما.
ولكنها لم تشارك معها في التمثيل، بل أحبت الغناء أكثر، وتشاركت معها في نفس المجال ابنتها سعاد، وكانت أكثر شبها لها في معظم التصرفات والأفعال، ولكنهما اختلفتا في نظام الملابس. تزوجت مي البالوشي في سن صغيرة من رجل أعمال كويتي أكبر منها بالسن يدعى سليمان، ورزقت منه ب4 بنات هن سعاد وورد وشيماء وزينة، ولا توجد أي معلومات إذا كان قد انفصل عنها أم لا بسبب غيابه في الآونة الأخيرة. وانتشرت بعض الشائعات التي تفيد بأن زوجها هو سليمان أبو الخير، وقد قيل أنه تشابه أسماء لا أكثر، ولكن لم يصرح أي منهما بتأكيد الخبر أو نفيه. رصيدها الفني يحمل العديد من المسلسلات، كما أنها شاركت وأطلت على الجمهور في المسرح أيضا، وشاركت في العديد من المسرحيات منها مدينة المرجان وبرلماني حكومي عام 2007، وشاركت بأدائها الصوتي في مسلسل الأطفال بعنوان بو قتادة وبو نبيل، وقامت بصوت أم نبيل، وشاركت أيضا في تقديم البرامج ومنها برنامج فواح عام 2010، وكان برنامجها هادف ويحل الكثير من المشكلات التي تمر بها الفتيات في سن 20 ويتم طرح مناقشتها. وأيضا شاركتها ابنتها سعاد ولأول مرة في تقديم برنامج كاش مو بلاش مع مي وسعودة، وكان ذلك عام 2013، كما أنها اشتركت مع بناتها في عمل درامي بعنوان من حقي أحب، وقامت بدور الأم أيضا عام 2019. عاشت النجمة مي البالوشي على رعاية بناتها قبل التحاقها بالوسط الفني، فعلاقتها بهن جيدة كصديقة أكثر من أم، ولذلك أثرت حادثة الحريق التي تعرضت لها ابنتها سعاد على النجمة بالاكتئاب. وحدث الحريق بداخل سيارة ابنتها بسبب تسريب غاز من ولاعة الحريق أدى إلى انفجارها، وتدهورت حالتها بسبب القلق، وأنها لم تعرف إلى أين تتوجه لتساعدها. وصرحت في لقاء خاص قائلة أنها طالبت الدولة أن تعالج ابنتها بالخارج، وأنها تحتاج لرعاية أكثر، ولكن قاموا بالرد عليها أن الدولة موجود بها علاج، وأنها ستقوم بشراءه من حسابها، وإذا كانت مصممة على السفر فستنتظر الرد من السلطات العليا. فهل من الطبيعي أن تنتظر كل ذلك الوقت وابنتها تتألم حتى يصدروا قرارهم؟ وأضافت أن الدولة استهترت في حالة ابنتها فمنعوها من أشياء، وقاموا هم بفعلها، واكتئبت ابنتها كثيرا بسبب كل الحروق التي ملأت جسدها وشوهتها، وعانت كثيرا، وكانت من أصعب الأيام التي مرت عليها وعلى ابنتها. وإعلان مي البالوشي وابنتها شيماء وأن قرارهما بارتداء الحجاب بشكل دائم عبر منشورات انستجرام رسمية مصحوبة بصور وكتابات تعبر عن الشكر لله على الهداية كرزق إلهي، مما أثار تفاعل واسع في الأوساط الفنية والاجتماعية الكويتية الخليجية. يأتي هذا الإعلان كتتويج لتحول ديني عائلي بدأت به الابنة الوسطى سعودة سليمان سعاد سابقا في فبراير 2021 عقب أزمتها الصحية، ليشمل اليوم الأم والابنة الكبرى في خطوة تكمل مسيرة عائلة فنية كويتية عريقة تضم شيماء ومرام وهند، مع الحفاظ على خصوصية النشاط الفن المستقبلي. وأثار الإعلان موجة إيجابية من التهاني والتفاعلات مع وصف الجمهور العائلة بنعمة التربية ومثال للهداية، مشابها لدعم ليالي دهراب لسعودة عام 2021 في مجتمع كويتي يرى الحجاب رمزا للهوية الدينية دون إلغاء النشاط الفني، كما في حالات سما عليا حتى 10 مارس 2026 لم تعلن الاعتزال، مما يوحي باستمرار نشاط محجب مع ربط البعض بين الأزمات الصحية والتحول الروحي كعامل مشترك في العائلة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.